مش نفس شمة الناس مين؟ سمع النبي سمع النبي. شوفوا الخمس قواعد اللي احنا كنا متفقين فيهم هنقسمها بعض واحده احنا حد من الشباب دي. في 5 قواعد كنا حاطينهم مع بعض وبتاع دول بنستنتج دول برضه هنستنتجهم في الاستيل وهنستنتجهم الاستيل بسرعه على مسقط واحد تمام بدون تخيل. تمام ليه اول قاعده كنت بقول لك اي شاب بيظهر في شاب مسقط وباقي المسقط ايه؟ مسقط الاولى. ثاني شاب ثاني قاعده عندنا عرض الفيجن نفس عرض الايه؟ ارتفاع الفيجن نفس ارتفاع الايه؟ عرض السايد فيو نفس ارتفاع الايه؟ البلان. حلو الكلام ده. كانت رابع قاعده. وخامس قاعده وهي ده اهم قاعده اللي بنستنتج فيها الايه؟ الاستيل. اي شكل فيه زوايا كتير بنزل مستطيل كبير واقسمه مستطيلات صغيره على حسب الايه؟ الزوايا بس يا باشا. طيب احنا عندنا في الستيل ايه هو الستيل ده اصلا؟ كلمه ستيل معناها معدن. تمام احنا كنا ان احنا بنعمله او الهدف من الباب ده معدن بيديهولك بتجمعه في بعض وبتعمل منشأ. تمام؟ يعني ستيل يعني معدن. تمام؟ احنا بنقول عليه ستيل ستراكشر يعني تركيب او بناء معدني. يعني ايه بناء معدني؟ المعدن ده بيبقى عباره عن 6 اشكال مقاطعه. تمام؟ 6 اشكال، 6 اشكال معدن. معدن على شكل حرف اي، معدن على شكل حرف ال، معدن على شكل حرف سي، معدن على شكل حرف تي، معدن على ايه؟ شكل بليت. تجمعهم في بعض تعمل منشأ. زي مثلا شفت الكوبري اللي انتوا بتعدوا عليه وانتوا جايين ده اللي هو بتاع السلم ده اهو. لو انت معدي من عليه هتشوف اصلا عباره عن قطع حديد على شكل زوايا وشكل حرف اي ومتجمعين في بعض المسامير. لو انت ركزت فيهم انت معدي كده. تمام؟ انك تقدر تعمل اي منشأ معدني باختصار يعني. طيب انت عندك من اشكال او اللي انت السكه الحديديه برضه. سكه الحديد لو انت رحت بصيت دلوقتي على ارض القطر فاهمك هتلاقيه شط حرف شط حرف ومتجمع بمسامير في خشب من تحت. لو انت جيت بصيت على البلدان انت عندك اول جزئيه عندك معدنيه. اول جزئيه عندك معدنيه البريت الجوع. من الاشكال اللي احنا بنجمعها في بعض اول جزئيه عندك الموح البريت. الموح ده لو اداك السن الثلاث مسافات بتوعك وانت مثلا فرضت ان ده الفيجن تمام وان ده السايد فيو مثلا من فوق البلان محتاج ان انا اديكوا الطول ده والطول ده والسمك ده على الايزومتري اللي انت شايفه قدامك ده وتقدر تقسمه صح؟ انا مش بديك الابعاد بتاعتك على الرسم زي ما كنت بديك زمان. انا بكل بساطه بديك الابعاد بالكلام. بمعنى مش اديلك سهم كده يا باشا الجزء بتاعتك مين هتقسمه وبقول لك مثلا ايه 80 في 40 في 2 بديك 3 ابعاد بالشكل ده على الوقت وساعات بديك بعدين. انا بديك 3 ابعاد بالشكل ده. انت بالعقل مش الطول ده اهو اطول من المسافه ديت اطول من دي يعني طول النوع اطول صح؟ اطول تقريبا ضعف دي صح؟ فبالتالي مش انت عندك 80 اكبر رقم بالتالي راح احط ال 80 هنا كده. وزع بقى الابعاد بتاعتك كده. طيب مش نفسك من بعدين السمك بتاع النوح والعرض بتاع النوح. مش انت عندك هنا ناقص بعدين عندك ال 40 احط ال 40 على عرض النوح هنا. طب انا اللي حطيت ال 40 هنا وال 80 هنا. ده بالنظر انت بتشوف النوح بتلاقي المسافه دي اطول بروح احط البعد الكبير. وبعض الناس بتمشيها بايه وبيه بقى انا عايز تسيبك من الكلام ده. انا عايزك تشوف انهي المسافه الاطول وروح على المطبخ خلاص لان ساعات القاعده بتختلف. طيب بعد كده ايه الرقم الصغير ده؟ الرقم الصغير ده دايما بيكون سمك المروح. المروح هيبقى السمك ده كده، السمك متماسك في كل حته في المروح. انت من خلال الابعاد دي تقدر تروح ايه؟ ترسم الجسم بتاعك بكل بساطه. يا باشا انا رايح ارسم الانفيجن بتاعك مثلا الاول. ماشي؟ وانت طبعا عارف ان عرض البلان نفس عرض الانفيجن بالتالي راح اجيب بدايه الانفيجن وانزل بخط ونهايه الانفيجن وانزل بخط. طب ارتفاع اللهم صل على حضرة النبي ارتفاع البلان قد ايه؟ هو ال 80 هو ال 80 او دوم السؤال ده بس انا لسه ما رسمتش السؤال ده. بس للاسف هو ال 80 انت عارف ان هو ال 80 ده صح؟ طيب وبعد كده السايد فيو نفس ارتفاع الايه؟ الانفيجن. بلاش اهو. طب اللهم صل على النبي وعرض السايد فيو هو ارتفاع البلان. لا مش كده قفلت السايد فيو بتاعه. هو ده المستم بكل بساطه. في الغالب برضه معكش بس عشان عنده واحد سنه فاهمني؟ ساعات البعد ان هو الطول ال 80 ده هو ساعات ما بيديهوش. ساعات بيديك بعدين بس هو 40 في 2. دايما ال 40 بتبقى بتاعت الارض والطول اللي هو بتاع النوع ده ساعات بتفرق. تمام؟ بس هنشوف الكلام ده في الرسومات.
مش يعني احنا بلاش الخامه دلوقتي. بقى احنا قلت لكم الكلام ده شتتكم. فاحنا ايه؟ ان شاء الله في الرسومات هتلاقيني بقى وضحت الحته دي كلها. تاني شكل عندك وهو ايه؟ طيبين او حته حديده على شكل حرف ايه؟ يا عم نون تاني. تمام؟ دي الزوايا صح؟ انجل بنقول عليها زاويه. ليها وظيفه محدده. الله يقدر. الانجن ديت انا حاطط لك صوره في المذكره وهي حديده بجد طالعه من المصنع. تمام؟ الانجن ديت احنا بنقول عليها انجن او حرف ال لان هي على شكل حرف ال. تمام؟ او ساعات بنقول عليها هي اصلا اسمها انجن زاويه. تمام؟ انجن. الزاويه دي وظيفتها ايه؟ شفت الحروف النقط البي والتي والسي والحاجات ديت احنا بنمسكهم في بعض بمسامير وزوايا. يعني ديت وظيفتها اداء ربط او تماسك بين ايه؟ بين الحروف بتاعتك وانت بتمسكهم في بعض، واحنا في الامثله هتشوف فرقان ده بتربطهم ببعض. برضه نفس الكلام بديك النجم ده عباره عن ايه؟ عباره عن روح من فوق اهو، روح تحت. روح زاويه، روح واقف قائم على روح من الزاويه خالص. تمام؟ طيب بديك عليها 3 ابعاد. اول بعد بديهم لك مثلا بقول لك مثلا ايه؟ 10 في 8 مثلا في 2. دي 3 ابعاد برضه. بالعقل برضه كده. مش انت شايف ان المسافه ده ايه؟ اطول من دي؟ تمام؟ يبقى انا بحط ال10 فين؟ طب وال8 النوع الثاني، ارتفاع النوع الثاني جوه 8. طب والاثنين دي السمك بتاع الزاويه بتاعتك. في حاجه واحده بس هو مش بيديها لك وهي ان اللهم صل على النبي الطول بتاع الانجل بتاعتك انت اللي بتفرضها. يعني الطول بتاع الانجل ده اهي انت اللي بتفرضها، او ساعات بيديها لك على رسم. تمام؟ مع رسومات تعرف هو مديها او مش مديها ازاي. يبقى انا كده ده معناه ان كانت الانجل دي عشان لما واحد عشان خلاص انا جبت كده بس عشان لما واحد واحد. هو فيديو شغال؟ فيديو شغال؟ يبقى انت دلوقتي عندك الانجل دي هو بيديك 3 ابعاد. بعد ارتفاع الروح وبعد عرض الروح افقي والسمك بتاع الانجل بتاعتك. تمام؟ طيب يا باشمهندس بالنسبه للطول ده انت اللي بتفرضه. ليه؟ في الغالب انت اللي بتفرضه يعني، وساعات بيديهولك هنعرف ان شاء الله مع الاسف. خدش بالك؟ طب عشان ما نشتتش خلاص كده عندي كده بقى نبدا نخش على الحرف اللي بعده. طب ال3 مساوات لو انا فرضت يا باشا ان انا باصص من هنا لفين؟ صح؟ فرضت ان انا باصص من هنا الصايد كده. فرضت ان انا باصص من فوق للغلاف. تمام؟ طب يا باشمهندس وبعدين تعال نطلع ال3 مسافات بتوعك. ال3 مسافات بتوعك او 3 بتوع عشان تيجي ترسمهم بسهوله بتروح تشوف الشكل الحرف بتاعك فين ماسكه تروح ترسمه الاول. هتلاقي حرف الان بتاعك فين؟ في الفيجن. خلاص يا باشا ادي الفيجن بتاعنا. وانا طبعا في الفيديو في اول صدر ان انا في الفيديو عرفت لك ازاي ترسم حرف. انت يا باشا مش هو الطول ده 10 فماشي 10 كده. ومش الخط ده قلت لك كمان ان هو 8 بتطلع 8. بعد كده بتخش سمك 2 ونفس الكلام بتاع سمك 2 من هنا وتمشي لحد المهم تقابله في نقطه. بس حرف الان بسرعه. عشان يا باشا قلت لك القاعده بتاعتنا عشان اي شكل فيه زوايا كتير بدل المستطيل كبير والصوره مستطيل صغير على حسب الايه؟ الزوايا. خلاص يا باشا جيب بدايه الجسم ونهايه الجسم. روح يا باشا ايه؟ لا ايه؟ لان ارتفاع الفيجن نفس ارتفاع الايه؟ الصوره. طب عايز اقفل المستطيل عشان انا قلت لك ان الطول ده انت اللي بتفرضه. دايما الطول ان انت بتمده كده ده انت بتفرضه. خلاص؟ يا باشا اروح جاي ايه؟ يعني الطول ده انا اللي بفرضه. ولكن مثلا هفرض الطول ده. بفرض رقم كبير صح؟ هقول لك ازاي بتفرضه في الرسم ان شاء الله. هقول لك ازاي تفرضه ببعد فني. يعني انا هعرفك ازاي تفرضه بفن من على الرسمه بتاعتك. هنقدر البعد من على الرسمه. يعني مثلا هو مديك الضلع ده 10 تمام؟ ومديك العرض بتاع الطول بتاع البريك ده نفس الطول ده فهفرضه 10 دقايق. لو اداك الطول ده قصير هفهمك خلينا في الامثله هنحله مع بعض. يعني نلعب نجيب اصوات مع بعض. طيب مش انا قلت لك الطول ده انت بتفرضه؟ ان هو على نهايه القطاع بتاعك من هنا ونهايه القطاع من الجهه الثانيه. مش انا قلت لك القطاع ده معناه ان انت خدته من المنشار من فوق كده تمام او من السايد فيو كده تمام. فانا قلت لك يا باشا عشان توضحه على الرسم ان انت قطعت من المنطقه دي في السايد فيو فبتروح تحط له خط ايه؟ قطاع على المسافه بتوعك صح؟ فانا بالنسبه لي يا باشا هحط له خط قطاع هنا.
ليه حطيت خط قطاع هنا يا باشمهندس؟ لان انت قاطع من المنشار من هنا ومن هناك، حتى التقشير باين اهو من اخر حته في الجسم من هناك واخر حته في الجسم من هنا، انت فاهم الحته دي؟ طيب انا مش عارف انا هحط خط القطاع بتاعك فين يا باشا. شوف الطول اللي انت فرضته وروح حطه عند بدايته ونهايته. مش ده الطول اللي انت فرضه؟ حط خط القطاع عند بدايه الطول وحط خط القطاع عند نهايه الطول. خلاص؟ يعني لو مش قادر اروح اشوف انا قطعت فين على ازمتك واحط ازاي خط القطاع، انت فاهمني؟ انت هتروح تشوف الطول اللي انت فرضه وتقعد تحط خط القطاع عند بدايته وخط القطاع عند نهايته. خلاص يا شباب؟ بعد كده مش هلاقي انتوا المستطيل الكبير اقسموا المستطيلات صغيره على حسب الايه؟ الزوايا. الزاويه دي انا واخدها معايا في الطريقه اصلا هنا. الزاويه دي هتاخد دي معايا في الطريقه هتلاقي هنا خط سود. مين هيحطها سود عشان وانا باصص بعيني من هنا شايف. خلاص؟ من تحت ده ايه؟ نيجي على خط الراس. كده احنا استنتجنا السايز فيو كله وصلنا. صبر ايه؟ صبر ايه؟ ايوه ركز معايا، احنا مع بعض لقينا هو عشان ترتاح. الجزئيه دي مهمه. طيب البلان هنستنتجه بنفس الاسلوب. نزل المستطيل كبير. تمام؟ طب المستطيل الكبير مش انا قلت لك ان عرض السايد فيو نفس ارتفاع الديفيجن؟ خلاص يا 45. انا كده قفلت المستطيل الكبير بتاعي. بالتالي بعد كده بتعمل ايه؟ تقسمه مستطيلات صغيره على حسب ايه؟ الزوايا. وانا باصص من فوق، ما دام مستنتج البلان ده معناه ان انا باصص من فوق المستطيل. الزاويه دي هتاخد على الخط اللي تحت. الزاويه دي تاخد معايا الزاويه دي 2 سويت. طب يا باشمهندس في حاجه بقى مش الطول ده وانت فرضه ان هو نزل عندك الطول ده اللي خط القطاع معاك كمان. يعني انت اللي بخط 45 خط القطاع بتاعك معاك. يا باشمهندس ماشي؟ انا قلت لك انت مش ده الطول اللي انت فرضه بحرف الان هينزل معاك برضه ده الطول اللي انت فرضه صح؟ صح. عشان انا قلت لك انت مش قادر تحط خط القطاع فين روح حطه عند بدايه اليمين ونهايه اليمين. هو انت في ان عندك على رسمه ثانيه؟ مفيش الا البعد اللي هو والبعد اللي هو. وبكده انت رسمت الايه؟ الزاويه بتاعتك. في مشكله لحد دلوقتي؟ لا. طيب مش بعدين. انا ناخده المثال اللي بعده. ماشي. عندك بعد كده ناخد مثلا حرف الأ. تمام؟ برضه خليك معايا عشان اعرفك انت ازاي ترسم الحرف بتاعك زي ما كنا بنشرح زمان كنت بقول لك علمك ازاي ترسم الحرف. انا لما برسم حرف الأ دلوقتي هرسم حرف الأ بتاعي في الديفيجن. عشان انت عارف ان الديفيجن بيترسم زي 30 يمين وخط قائمه. بس يا باشا ده حرف الأ هرسمك حرف الأ من 100. الخط اطلع من هنا واطلع من هنا وارجع تاني بنفس الميل ده واسيب مسافه للسمك بتاع العصب بتاعك واطلع يا باشا مسافه عن الخط عمودي كده. تمام؟ نروح يا باشا كده كده نفس الميل ده واطلع يا باشا اعمل العصب بتاعك اغسل يا باشا ايه؟ حرف الأ بتاعك. كل ما انا عملت معاك دلوقتي رسمت حرف الأ مبين بس مش قصه يعني انت فاهمني؟ انا عارف ان ده في الفيش وانا برسم دلوقتي معاكم عارف ان انا هرسم حرف الأ في الفيش. وعايز ترسمه على السايد فيو هتلاقي زاويه 30 شمال. تمام يا باشا اروح جاي من فوق مادي يا باشا خطوط. مادي يا باشا خطوط. بقت كل الزوايا اللي عندك كل الزوايا. كل الزوايا. بطون واحد يعني الطول ده هو البطون ده البطون ده خلاص مش هنقدر في الكون ده يرجع كده. ده الخط بقى يروح كده. لا معلش هنروح ده كده. تمام؟ خط الواي بتاعك انا قلت لك ان انت عندك زي ما هتلاقي في المذكره عندك موضحه الكلام ده خلي بالك انت لاني جايب لك صور اصلا للاي بي. المهم انت هتلاقي في المذكره جايب لك صور ايديوهات كامله تمام كبيره طويله فوق بعض كده متقطعين فوق بعض بص على كده. برضه ده كان عباره عن ايديو طويل قوي تمام وقطعت منه حته صغيره الحته دي كده خلاص. مكان ما انا قطعت من هنا وقطعت من هناك حطيت لك تاشير. فانت ما دام حطيت تاشير من هنا اكيد في تاشير في الظهر واكيد الطول ده انا هفرده لان ده انا قطعته من ايديو كبير تمام خلاص. ناقصك 4 عدات عشان تقدر ترسم حرف الواي ده. البعد ده وده نفس طول البريته دي وعندك البعد ده وعندك العرض بتاع الواي بي وارتفاع الواي بي.
انا بدل ما هدوك على ايزومتريك هدوك بالكتاب يا باشا. ده سهم كده يا باشا. السهم ده ممكن يشد في اي حته ولا ايه؟ هو بيديك السهم، بيديك كل حاجه. معنى انه برضه ان هو جنب السهم ده هنا كده الزاويه بيقول لك بقى في ان كده، تلاقي كاتب لك ان ودرجات في الحروف. البريتا بتلاقي كاتب لك هنا بي ان، يعني معناها بريتا اختصار بريتا، او ممكن يكتب لك بي بس، يا بي بس يا بي ان. تمام. هنا هيكتب لك اي بي. تمام. هيكتب لك اي مثلا ويكتب لك الابعاد بتاعته. هنا مثلا هيجي يقول لك هنا ايه 40 مثلا في 30 على مثلا 5 في 2. تمام. انا عايزك برضه في حاجه بس خدها ليك كده كفهم ان الاي بي نوعين. يعني الاي بي ده بيكون نوعين. نوع اسمه اس اي تقريبا، ونوع تاني اسمه بي اف ار. تمام. كده يبقى هيعرف ان هو نوعين، بس فكك من الفرق بينهم. هقول لك بالسيستم كمان لما بحس بالوضع، فاهمني؟ لان هو مش عارف الحل، بس انا هقول لك الكلام ده بالفعل. بس لما تذكر الوضع بالستيل ان هو مش لازم عدد دلوقتي. هو بيديك الابعاد بتبقى دلوقتي 40 في 30 على 5 في 2 مثلا. وبعدين اللي بيدوم لك فوق دول تبقى انت قلم بتوع ارضهم الارتفاع، بتروح تشوف اهلهم اطول وتحط عنده رقم كبير. خلاص يا شباب. ما انا لاحظت هلاقي ان ديت تقريبا اطول. تمام. طب انا مش عارف اقيس بالمسطره تقدير كده، شوف بالمسطره من نظر على الانسان بتاعك، فاهمني؟ طيب الارتفاع بتاعك ده مثلا هيدوم 40 ماشي، والعرض ده هقوم ياخد رقم بقى 30. عندك برضه لازم تبقى عارف ان الاردوينو ده بيتكون من حاجتين، بيتكون من لوح فوق ولوح تحت. تمام. وعصب في النص ماسكهم من الاثنين ببعض. برضه لازم تبقى فاهم ان احنا عندنا في الميكانيكا ان شاء الله نخش الميكانيكا بنسموا اللوح ده اللي هو فوق ده فنانشن، بالانجليزي فنانشن، بالعربي يعني شفه. تمام. بديكم جمله مسميات، يعني هو ممكن عليه فنانشن او شفه بالعربي. يبقى فنانشن هو فنانشن تحت، والنص وين ماسكهم من بعض. مش مشكله لحد دلوقتي لازم تبقى كلهم مسميات كده. خلاص يا باشا. انت عندك سمكين بيديهم لك دايما، سمك بتاع الشفه وسمك بتاع العصب. سمك العصب بيكون دايما اقل من سمك الشفه. انا بروح اشوف السمك الموبايل واروح احطه فين؟ على العصب مباشر. ولا باشا الاثنين العصب الموبايل. طب والبريد اللي فوق ده الشفه هياخد الخمسه على طول، واللي تحت اختها زيها بالظبط. عرفت ازاي بتوزع الابعاد؟ بس يا باشا كده مش معاك الابعاد المقطع، تعرف تروح ترسمه كاسميه الان زي ما خدناه في بدايه الترم حافظ. بتروح تشوف حرف الاي بتاعك فين، شوف الديفيجن اكسوره مش في الديفيجن. تمام. لو انا مش قادر اتخيل السايد فيو ان انا هرسمه ازاي، يا باشا بكل بساطه بتروح تستنتج القاعده بتاعتنا كام 5. اي شكل فيه زوايا بنزل مستطيل كبير وارسمه مستطيلات صغيره على حسب ايه الزوايا. بدايه الجسم ونهايه الجسم وهي الاشكال. ده رينج المستطيل بتاعك الارتفاع. طب بالنسبه للطول بتاع السايد فيو بتاع المقطع اللي هو السايد فيو الجنب ده، الطول انت مش قدامك انت بتفرضه. تمام ماشي. يبقى الطول ده انا عارف ان انا بفرضه، هو الطول ده كده. خلاص يا باشا هفرضه معاك. واحنا بنحط الابعاد على الرسمه بعد ما نخلص. ايه يا باشا؟ بنحط الابعاد على لا ما بتحطش الابعاد، بتحط الكتاب. يعني لو خلص طالب مسافه بتشيل على الريد بتاعك كده من هنا كده، يبقى كاتب مثلا 40 30 في التسليم. يعني انا بقى المفروض بس الدوري تحطه زي ما هو متحط. كاوت مسافه يعني مش بتحط الابعاد من فوق من تحت كده. طيب التون بتاعك لو مش متاكد انت بتفرضه، خلاص يا باشا هفرضه. هو الان ده هتستارت بيه. انا هفرض التوب ده. مش بقى عند نهايه الفرض بتاعك بتحط خط ايه؟ قطاع. يعني مش خط سمك. ليه بحط خط قطاع؟ لان عند نهايه التوب بتاعك ده كنت قاطع من على اليمين ومن على الشمال، صح؟ ده بالنسبه للايزومتريك، يعني كفيه من على الايزومتريك انت عارف انت قاطع من هنا، قاطع من هنا ومن هناك، عند ما هو الطول اللي انت فرضه. ده اسمها الطول اللي انت فرضه. طب انا مش عارف يا باشمهندس احط خط القطاع فين، مش قادر اتخيل الايزومتريك والدنيا معايا بايظه. شوف يا باشا الطول اللي انت فرضته روح الطول عند بدايته خط قطاع، عند نهايته خط قطاع. خلاص انا بدايه بالطبقتين بحس ان في ناس كانت بدون في الاول مش قادر اتخيلها. اقطع فين؟ مش بعد كده يا باشا مش انت وانت بتستنتج السايد دي باصص من هنا؟ عشان بصيت من على الشمال فوق على السايد على اليمين. الزاويه دي هتلاقي عند الخط بتاعك اساسا. الزاويه اللي تحت ده الزاويه دي
مصر الصور البداية نفس القصة، بداية نهاية. تمام؟ بداية نهاية. طيب يا باشا، عايز اقفل المستطيل يا باشا ب 0.45 تجيب لك عرضه في السايد فيو، ان هو عرضه في السايد فيو نفس الارتفاع فين؟ في البداية. ولو لاحظت يا باشمهندس ان عرضه في السايد فيو انا كنت فاضي النقط امتى؟ ان هو كان نهايته خط القطاع هنا، نهايته خط القطاع 0.45. نفس الكلام هنا خط القطاع 0.45. المشكلة ان هو كان الطول بتاعي اللي انا فاضله. مش يا باشمهندس؟ طيب بالنسبه بقى للزوايا بتاعتك يا باشا، نزل الخطوط. الزاويه دي اتنقلت معاك هنا، طب الزاويتين اللي هنا مش نموداش. جبنا له يا باشمهندسين. بس يا باشمهندس كده استنتجت طريق صح. انا على المثال اصلا مش هديك عزومتي الارقام والهرس ده، انا بديك حرف الاي بس بقول لك دلوقتي كده في الانفيشن والسايد ده في البدايه. احنا بقى رايح النهارده وانا هروح لخالق السيمتريكات وهنقول السياسي اللي عندي سيستم خايف برضه ما عندوش سيستم خايف هيغلط. تمام؟ وهنستنتج بالقاعده. ثواني الاستيل سهل بس عايز استمراريه وخبره، وان يكون عندك سيستم خايف، سيستم خايف ده هيجي من كتر الرسم والتطبيقات. كده احنا دخلنا كام؟ 1 2 3. طب تعالى ناخده مقطع كمان. ناخده مثلا مقطع السي. شكل بقى. تمام؟ السي هنحط السي برضه، خد شوف جبال هتسوق ازاي. حرف السي وانا معاكم دلوقتي يا عم انا هعمله في السايد فيو مبادئ حرف السي. انا معاكم اهو هرسمه في السايد فيو. عشان عارف ان السايد فيو تقسم زاويه 30 شمال. خلاص يا باشا الزاويه 30 شمال. تمام؟ وبعد كده خطوط قائمه، ادي خط قائم من هنا وادي خط قائم من هنا. بعد كده ارجع تاني هنا يا باشا، ننزل تحت شويه كده. جاي تاني اهو. ماشي؟ وبعد كده انا عارف ان حرف السي بيتكون من فلانش فوق وفلانش تحت. وارجع تاني لحد ما اوصل للعصب اللي هيرسمهم ببعض. وانزل امشي. انا رسمت حرف السين باين في السايد فيو، وكل زاويه منه هتمدها الاتجاه المعاكس اللي هي زاويه 30 العكس بخطوط ثابته قد بعض. ماشي اهو. 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 قفل بقى الجسم بتاعك هنا. ده جه كده يبقى لازم يجي كده. ده لازم قائم يبقى لازم ينزل قائم كده. نفس الكلام برضه مديت بنفس الطول اللي فوق ده. ماشي؟ مش ده نزل قائم كده يبقى ده لازم ينزل قائم من هنا. مش ده جه كده يبقى ده لازم يجي كده. سمي حرف السين. تمام؟ انك ترسم الحروف اصلا او ترسم الجزء ده سهل، بس اكيد عايز خبره يعني ممكن تبقى سهل عليها شويه. بالنسبه لك هتبقى سهله بس لما ترسم فعلا بايدك كذا مره. لكن في الواقع انت هتلاقي محصله سواء عندك او عندي سهله وانت بتفكر حاطط ترسم بايدك. وده اللي انا كنت بسال عنه في اول الترم، ان انتوا لما تيجوا في المستير تكونوا كلكم بتعرفوا ترسموا ايزومتر. بالذات في المستير عشان تبقوا انتوا ضامنين درجات. ضامنين مثلا ان انا اخش اقفل المستير واخش اقفل المثال الاول. طب ومثال القطاعات حتى لو مش هيفوق هجيب فيه درجات كويسه. ده كان هدفي في الاخر. انت فاهم ان انا ما بخليش حد يجي على 90 طبعا. يعني بس يلا خير خلينا نبدا ما نقدرش نغير حاجه. معلش يا شباب انا عايز اقطع برضه. هو الصراحه عشان ما احورش مفيش الا الاثنين بس اللي عملوا كده. من بعد كنت بنزلكم انا والسنه. في اثنين حلوه وجابوها. طبعا انا قلت لكم انا هعمل تكريم في الاخر تمام وهعمل جوائز للناس اللي ممكن بيحبوا الجوائز دول قفلوا. تمام؟ انا قلت للشباب اخر الاسبوع هيبقى الاسبوع ده في الوجبات، فانا هعمل ايه النهارده؟ هنزلكم وجبات في البي اف يبقى حاضر. لا هندسه هي لسه بتقول كده وما بتنزلش. معلش بقى ده ضغط بس تمام؟ فانا هخفف لكم كمان الاول كنت بخليكم ترسموا 4 اشكال، لا بس هحط في الاخر ترسموا كفايه شكلين فاهمني؟ هخفف لكم وجبات ومصدرهم اكتر من كده وهنزلها لكم هتلاقوا 13 صفحه. انتوا لو قعدتوا ترسموهم مش هتاخدوا نص ساعه بس عايز تفهم ان في الاخر في تكريم انت وجبين. يعني انا بفكر احط فلوس كمان في التكريم فانت ممكن تلاقي نفسك خدت الكورس الايه ببلاش. فانا لو بقول بعمل كده كنت بستنى حد يعمل كده وده في مذاكرتك. يعني لو جابك هتلاقي استنتاج ماسكه تاخد قطاعات تاشير وستيل. انت فاهمني يا شباب؟ فانتوا ما دام انتوا ثلاثه موجودين اول انتوا مختارين ده مختار وبتحضروا وانتوا يا شباب مختارين وبتحضروا فانتوا انا لما نزل وجود النهارده حاول مره جيتوا مصلحتكم انتوا. انا مجهزها عندي خلاص انت اصلا رسمها رسمه واحده بس. هكتب لكم النهارده ارسمها لكم وما نرسمها مش هتبقى عايزك تقوم يعني مش عايز ترسم مستوى ولا بس. طيب حرف السي نفس الكلام حرف السي ده تمام كان هسميها حرف السي عشان هتشبه حرف السي. مقطع حديد اهو ده كان حرف السي الاول قطعت منه بس حته صغيره مناسبه كده صح يا شباب؟ قلت لك عند الحته اللي انت قطعتها بتفرق الطول ده اتنين سنات بتفرق. تمام؟ طيب انا بديك 4 ابعاد برضه زي الاي بي بس لازم تبقى فاهم ان الموجود ده هنا كده لوح وموجود تحت لوح تمام وموجود هنا ايه؟ نص. نسيتكم من بعض. اللوح ده برضه انا عايز انشئ واشوفه تمام؟
الواحد ده ليه سمك دي، ومن تحت نفس السمك الواحد من فوق قد واحد من تحت متماسكين، والعصب له سمك. تمام. وهنا عرض حرف السين. تمام. اهو. وهنا ارتفاع حرف السين برضه. شفت الابعاد اللي انا حطيتها دي كلها؟ لو انا حطيتها لك كتابه هتعرف ترسم حرف السين. انا مش بديلك كتابه، انا كنا بديلك ايه؟ بالكلام ده بتاعه. روح جاي يا باشا شايل لك خط اهو، وبكتب لك جنبه سي برضه بوضح لك فيه. انا بعرفك ان الحرف ده لان ساعات بيديك الحرف بالشكل، بيدوك مستطيلات يعني من ناحيه السايد فيو، انت فاهمني؟ فانت ممكن تتوه لان هو هنا مستطيل ومستطيل تحت ومستطيل في نص البيت، وحرف الاي برضه بتلاقيه مستطيل من فوق ومستطيل من تحت، فانت ما تبقاش عارف اي ولا سي، فهو بيعرفك بيقول لك اي او سي، انت فاهمني؟ مع الناس اللي هنفهم الكلام ده كويس. بيقول لك سي وشرط كسر، وبيقول لك مثلا وليكن هناخد مثلا 30 في 25 مثلا 5 في 2. عندك هنا يا باشا نفس الكلام، التالت اللي تحت بيبقى السمك، ده ارقام الشنطات دي، والارقام اللي فوق دي بتبقى ايه؟ يا اما طوم كده ارتفاع قصدي، يا اما عرض. طيب بروح ابص يا باشا 30 و25، انا هروح اهله الاكبر واحطه ال 30. الارتفاع ده الاكبر ولا العرض ده الاكبر؟ بالنظر كده الارتفاع خلاص، هم فعلا الفرق بينهم 5 حاجه بسيطه، هم فعلا فرق، يبقى خلاص يبقى انا ال 30 احطها هنا، طب وال 25 احطها هنا. عمال الحته اللي انا تاني لان الارتفاع اكبر وفرق بسيط، انا مش اكبر والجامد يعني، والعرض 25. فهمتوا اللي صح حطيت الابعاد؟ طيب تعرف سمك واحد من فوق سمك واحد من تحت 5 و5 حلو كده. طب والسمك بتاع العصب هو اللي باقي الصغنن من ده، هو دايما بيبقى حلو. تمام كده يا شباب؟ يعني انا بديك الابعاد بتاعتك كده وانت بتروح توزعها فين؟ على الرسمه بتاعتك وتروح بقى ترسم. ماشي يا باشا. انا قلت لك انا هسميه المره دي ان ده السايد فيو هنا كده. بتروح يا نجم تمام ترسم لي السايد فيو عندك الاول. بعد ما ترسم السايد فيو تبدا تستنتج المسقطين بالطريقه بتاعتك القاعده بتاعتك. هرسمهم هنا مثلا في السايد فيو هنا كده مثلا. رسمت يا باشا انا حرف السي بتاعك. بتقشروا بعض بترسموا في 3 مساق، بتقشروا يعني تحطوا في قطاع الزوايا. في ناس بتحب تظلموا ببعض بس فكره التقشير خلاص ما تظلمش. هنا برضه لازم يتقشر، لما يتقشر هنا لازم يتقشر هنا. طيب مش انا رسمت في السايد فيو يا باشا، روح استنتج المسقطين بالقاعده بتاعتك. بدايته اهي ونهايته اهي، بدايته ونهايته. يا باشا بالنسبه للعرض بتاع الفيجن المسقط اللي جنبه المفروض هي بتبقى هو باينه اصلا من الضوء ان الطوم ده مش انا قلت لك بتفرضه لان ده كان حرف السي كبير ولا حاطط منه حته مناسبه لها الام اهي، ده بتاعت الفيجن المسقط اللي جنبه على طول. فده انا فرض خلاص يا باشا، ادي الفرض بتاعك اهو. انا عارف ان ده بتتفرض ده عند نهايه الفرض بتحط خط ايه يا شباب؟ تمام؟ عشان انا نزلت مستطيل كبير السوق المستطيل صغير احسن ايه؟ الزوايا. طبعا انا برسم الفيجن سوري. طب باصص من هنا على الخط بتاعك. طب والزاويه دي احط معاك على الزاويه دي نقدر تحط صوره كده. والزاويه اللي تحت دي معاك الزاويه دي نقلب كده. خلاص يا شباب؟ مش كده؟ طب تعالى استنتج البلان بنفس القاعده بتاعتي. بجيب بدايه ونهايه الجسم. اهي يا باشا. 45 نفس الكلام بدايه ونهايه الجسم لان عرض الفيجن نفس عرض الايه؟ حد دلوقتي في مشكله؟ هننزل خط القطاع. هنزل خط القطاع. الله ينور عليك يا حبيبي. هنزل خط القطاع معايا. مش بقى خلاص اللي باخده ده الطول ان انا باخده اهو. الام بتاعتك هنيجي معايا. ماشي عند بدايه الام ونهايه الام. مقسوم مستوى احسب ايه؟ الزاويه. طبعا انا مش فاضي يبقى باصص من فين؟ من فوق. الزاويه دي شايفها بعينك؟ بسبب خاطر مش شايف تاخد معايا الزاويه دي هيبقى الاثنين زاويه واحده. بس يا شباب دي مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ تعالى ناخده شكل ناقص.
تمام جدا. احنا خدنا كام واحد؟ 1 2 3 ناقصنا دي، تمام، وناقصنا الزد. تعالى نقسم دي. نفس الكلام، خلينا نقسم مثلا التي في الانفيشن. مشكلة؟ وبالتالي لما قال أقسم بين في الانفيشن. وبقى نفس قصة الحاجات التانية، فوق بتبقى عبارة عن روح فوق وعصب على عصب. ماشي؟ وهنا نص السايد بتاعك وفوق بدل ما هديك الأبعاد على الزيمتريك أو السيميشن احنا فهمنا الدنيا ماشية ازاي. بيجي يقول لك كده تي، تمام، وبيقول لك الأبعاد على الزيمتريك. الطول دايما المفروض ان هو عليه تنشيط، خلاص شباب، لان ده حرف كبير وانا قطعت الصغير. خلاص شرط تكسر البيت بعدين مثلا يقول لك 30 برضه مثلا في 25 على 5 مثلا في 30. بتشوف انا هو بطل وطول. تقريبا انا شايف ان الارتفاع بتاع الحرف هياخد 30 لان هو طول، وعرض مثلا هياخد 25. طب في واحد بقى يقول لي يا باشمهندس افترض انا وبعدين اقرب من بعض وانا مش عارف احط دي هنا والله احط دي هنا. مش غير انا لو عملت 25 هنا كنت هستنتج ان الانفيشن بزاويه مش بنفس المقاسات، فالابعاد مش قصه. فاهمني؟ ليه؟ لان الطول هنا انا فرضته نزلته تحت، اهم حاجه كده تكون مظبوط. حصل يا هنا، حصل يا جماعه؟ يعني حته الابعاد مالكش دعوه بيها، انت فاهمني؟ اهم حاجه اسقاطك تنيمها مظبوط. خش بقى، يعني انا مثلا عملت دي 5، مش انا عملت دي 5؟ عملت دي 7 مش 5، مش دي 7؟ عملت دي 8 مش دي 8؟ انت فاهمني؟ كده فرق بسيط. قمت مثلا لقيت مثلا ان الارتفاع ده هو قريب من العرض، الارتفاع مثلا كان 30 مش لازم يبقى 30، وده 25 مش لازم يبقى 25، فما تخليش الابعاد هي ايه؟ قصتك. ماشي بقى؟ طيب لما تلاقي نفسك تايه يا باشا روح افرض ان انت عايز تفرض وانجز، انت فاهمني؟ ما تضيعش وقت، ما تقعدش تفكر في الرسم. طيب مش انا قلت لك ان انت عندك فوق نور والسمك بتاعه بيكون اكبر من سمك العصا؟ هنا السمك الكبير كام؟ كام؟ كام يا شباب؟ 5. طب سمك العصا هنا كام؟ 3. مش كده؟ تقعد تشوف حرف التي بتاعك فين؟ تشوف الانفيجن ولا سمك الانفيجن؟ ماشي؟ طيب البرسنتج ستار فيو يكون مقصدها يا باشا انا هروح اجيب بدايه حالا المستطيل كبير يا باشا اهو. ماشي يا باشا؟ واروح جاي انا عايز افرض طبعا انت عارف ان الطول بتاعك انت هتفرضه. الطول انت هتفرضه. بس احنا فهمنا بقى يعني كمان والله شباب بيتكبر. بين الطول ده هو حرف الانجليزي بتاعك وحطيت عند نهايته وحط قطعه من هنا قطع الجسم. الكلمه انا وانا باصص انا بستند الستايل دي طبعا فانا باصص من هنا بعيني تمام، فبالتالي انا شايف الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي شايفها هنبقى صوره اللي هي الشمال. وبعد كده هستنتج البلان اجيب بدايه نهايه الجسم يا باشا. طب بالنسبه للارتفاع هو نفس عرض السايد فيو بالتالي زي 45 هنقول كده. طبعا انت عارف ان البدايه هنا 2 خط القطاع معاك برضه ما تنساش يا باشا خط القطاع بتاعك من تحت. طيب يا باشا عندك الزاويه دي والزاويه دي مش شايفهم بعين السبب فوق والزاويه ده شمال. مشكله يا شباب؟ كده احنا خدنا اشكال حياتكم اللي احنا نقدر نجمعها ببعض لان ده يوميش. ناقصنا بس شكلين هناخدهم دلوقتي اللي هو الزد وهو. الزد يا باشا ما فيهوش اي قصه، الزومتر عشان معاك زد عادي جدا اهو يا باشا. تمام؟ برضه انا قاصد ارسمه دلوقتي في الفيجن انا خلاص بس انا عايزك تركز معايا عشان تعرف ازاي ترسمه. تمام؟ يا باشا الميد بتاعك ايه؟ بتبصوا للازمات زي ده ما ينفعش يعني ايه شبح لبنات خالص اصلا ما تجيبش بنات يا عم ده. تمام بص يا رجاله احنا دلوقتي رسمنا ايه؟ شكل حرف الايه؟ جزمتك الزد دوت رسمناه تمام؟ هو كنت شغال؟ بس انا بكتب بقى عشان نمسك حته ايوه تمنتج. لا يعني انت الفيديو يجيك كده كنت خاربه فيه والفيديو بتاع الصالح ده في اول دقيقة
انا الفيديو بتاع اللي انت كنت فيه وحيد، الفيديو كان جاي. ايوه كمان مرة حية وصالح جنب الكاميرا عامل كده اللي انت نزلته والبنت اتكلمت عليه لما قالت لك انت تقول احيانا. بقى في حاجه في فيديو جامد بقى يسمح. شفت الفيديو اللي هو بتاع الرسمه اللي هي كانت فيها بتاع. المهم في الفيديو اللي انا خليت اعمل دي جامده. ده انا هنزلها ضحك تمام بس شويه كده اما خلصوا السنه نزلت. لا الفيديو في فيديو كده كعب كان انت حتى احمد ده قال لك منتج يا بابا. قال له منتج الحين كمان مرة أنا ما حضرتش هنا معاك بس بحضر في الفيديو ضحكت في البيت. لو جيت بصيت انت هنا على الفيجن بتاعك هتلاقي شكل محافظ نفس الكلام. الطول بتاع المقطع انت بتفرضه لان ده محافظ دي كبيره وانت قطعت الحته الصغيره دي. يبقى بالتالي انا عارف كده مع نفسي ان الطول بتاع المقطع ده انا ايه؟ بفرضه. كده انا ناقصني بالظبط 4 ابعاد تقريبا عشان اقدر ارسم حرف الزد ده. بديهم لك بالكتابه برضه لازم تبقى عارف ان حرف الزد ده عباره عن شفه فوق شفه تحت وعصب ماسكهم جوه. باشا انا بدي كده ابعاد بالطريقه الشياكه دي. بقوم لك برضه الزد عادي خالص اهو. بدي كده الابعاد بتاعته وبقوم لك يا باشا مثلا 60 في 25 مثلا في 5 في عرض الوحده نفس عرض الوحده تمام. انا بالتالي ارتفاع المقطع مدورك وعرض الوحده من فوق عرض الوحده بتاعك. شو بتاع عرض اللي فوق زي عرض الوحده بتاعك كويس يا باشا. مش انت شايف ان الارتفاع ده اكبر بكتير من عرض الوحده؟ بالتالي السكينه بقى احطها ايه؟ الارتفاع بتاع الايه؟ المقطع. ماشي بقى؟ ارتفاع المقطع بتاعك. ماشي بقى؟ 60. طب والمروح ياخد الايه؟ 25. طب والسمك عندك سمك وسمك وبالتالي دايما الشفه بتاخد ايه؟ الاكبر. والويب بياخد ايه؟ الاصغر. بس يا باشا الزد بتاعك هتقسمه في الديفيجن يا باشمهندس. الزد بتاعك اهو. مش بنفس القاعده بتاعتنا بكل بساطه. ده الفيجن بتاعك بنستخدم السايد فيو. عين المستطيل كبير. يا باشا طبعا هتاخد طول التفاوض دي والله واضحه يا جماعه والموضوع بيتكرر والدنيا بص بسيطه جدا. يا باشمهندس يعني ده البيس بتاعك تمام. وبعد كده قلت لك بتنقل المستطيلات. انت شايف الزاويه دي؟ الاثنين اللي انا حاطه صوره. شايف الزاويه دي؟ بس يا باشا الانجلام برضه نفس القصه. مستطيل كبير. الارتفاع تجيبه من عرض السايد فيو ان هو انت اصلا فرضه ان هو كان نهايته خط قطاع عندك بخط 45 كده. يا باشا بتنزل المستطيلات اللي عندك يا باشمهندس. الزاويه دي الخط ده الزاويه دي كده شايف. انا طبعا انا بستنتج الجنباص من فوق. الزاويه دي بتنزل خط صوره ده. الزاويه دي طبعا ده الشاشه مش شايفها بسبب الخط ده. الزاويه دي خلاص انت بتاع الزاويه دي استنتجنا بده في مشكله. ده حرف الزد شات مع حرف الزد. بس انا عايز اقوم عشان ايه بحاول اخلصكم مصادر في نفس الصفحه دي. بانكو يا جماعه انتوا كده اعتبروا انتوا بالذات كده احنا بحس النهارده دي عشان انتوا اتكيفتوا النهارده جايب الاكستريم. جامد. ماشي يا باشا. وعندك طبعا حافظ ده كده في الصفحه. عندك بعد كده مقطع على شكل ماسوره. يا اما ماسوره على شكل دايره كده تمام يا باشمهندس. يا اما على شكل مستطيل. ماسوره برضه بس على شكل مستطيل. يا باشمهندس دي مش عليكم في الرسم بس انا هديها لكم زي المعرفه. ماشي يا شباب. مقطع عادي ماسوره انت فاهمني. ده يا باشا الفيجن بتاعه ده برضه بيديهولك يا باشا. بيديك الريدس بتاعك تقريبا تمام يا باشمهندس. الريدس بتاع الكبير والصغير بيديك يا باشا الطول منه. الطول ده انت اللي بتفرضه لان ده عباره عن قطاع كده. ماشي بقى. بيديك الطول حتى تمام. بيديك الرق. طيب وايه تاني يا ربي؟ ده السمك. هو ممكن يديك واحده ويقول لك ان ده السويتنس كده بتاعك فاهمني. وهنا يا باشا برضه نفس الكلام. بيديك الطول ده اهو وبيديك الطول ده.
ماشي. ونفس الكلام ده الطوب بتاعك انت بتفقده جوه الجلد بتاعك. انا مش هشرح لك كده بس انا هديك الفكره بس. ماشي يا باشمهندس، وتطلع طبعا مثلا بنفس الفكره لما تحط خط قطاع من هنا هنا وهنا في مشكله في دي مش هشرح والله هسيبك بتاع بس ده بس انت ما اعرفكم بس ان انتوا عندكم حاجه كده خلاص. في بقى حاجه معانا اسمه خلاص البسكوت بتوعهم ولا خلاص؟ لا في بقى حاجه جديده لازم ايه؟ كان عندكم في الصفحه اللي هي المذكره المسامير. انا قلت لك يا باشمهندس ان احنا بنجمع المقاطع دي بمسامير وزوايا. الزوايا انت عارفها ايه حكايه المسامير؟ يا اما بمحاك يا مسامير يا محاك. المسامير بتاعتك ديت لو انا مثلا عندي روح كده يا باشمهندس، ده الفيجن بتاعه، ده البلان بتاعه من فوق. تمام؟ انا لو خبطت مسمار في نص اللوح من هنا كده، مسمار مثلا بالنحو نص اللوح من فوق، مش هيبان اصل المسمار من فوق. ايا كان بقى مسمار دايره مستطيل، احنا عندنا مجال كان هنحط راس المسمار زي كده خلاص خلاص. يعني لما تشوف زي دي تعرف ان راس المسمار من فوق وده راس من فوق، خلاص شباب؟ طيب مش من السايد فيو المسمار هيبان كده؟ ايوه خلاص؟ يبقى انا عرفت ان الخط ده ان في مسمار مدوق في منطقته، عايز اعرف موقعه فين في نص الجسم من فوق. خلاص شباب؟ طب في ناس بتقول المفروض يتعمل المسمار ده سوليد، هو فعلا قصدي داش المفروض يتعمل مش كانه في نص الجسم، بس احنا عندنا في المستقبل بنعمل سوليد. خلاص شباب؟ قاعده انا لحد دلوقتي لسه مش عارف هم بيعملوا ايه بيعملوا سوليد، مع انه المفروض يتعمل ده. سالت التيوري هو كده هو الاستيم كده، انا لحد دلوقتي والله لسه ما اعرف هم بيعملوا سوليد. طيب المسافه بين المسمار والمسمار احنا بنقول عليها بيتش خطوه. تمام؟ وما تنساش ان انت عندك اصلا المقطع الاساسي اللي هو طول الجسم بتاعك نفسه. طيب عندك حاجه ثانيه كمان، عدد المسامير. احنا عندنا عدد المسامير هنا كام؟ 2. يبقى احنا عندنا اول حاجه دي اللي هي خطوه الايه؟ لا البيتش انت عايز اعمل عندك هو ايه؟ تمام. وعندك عدد المسامير. بتاعت البيتش عايز اعمل تمام. طيب القانون كان بيقول لك يا باشمهندس، بيقول لك ان البي بتساوي الطوب على عدد المسامير. تمام. طبعا مصامير كتير. لو انا قمت ايه بقى؟ يا عم انا اتكلمت، انا بتكلم الام ديت اللي هي 50 طول ايه؟ الانقطاع. المسامير اللي عندك احنا قلنا ان هم كام؟ 2 مثلا. فانا لو عايز اجيب طول خطوه مش جبتش تمام. اقوم جاي قايل الطول اللي هو 50 اللي انا فاضله مثلا دلوقتي معاكم على الاثنين اللي هو عدد المسامير. بالتالي انا جبت ايه؟ البيتش. تمام. البيتش عندك هنا طلع كام كده؟ 25. فيبقى انا عرفت انا ان المسافه بين المسمار ده والمسمار ده ان انا هدقهم في المكان هنا 25. يبقى انا لو عندي سنتر لاين 12 يمين 12 ونص شمال و12 ونص يمين وتضرب المسافات بتاعتي. يبقى انا القانون ده لازمته عشان يعرفني انا هدق المسامير فين بالظبط. تمام. يبقى انا دلوقتي لو انا مثلا خلينا مع بعض اهو، وانا دلوقتي ما عنديش هنا ايه؟ مسامير وعايز اعرف انا هدق المسامير فين بالظبط عشان يبقى تناسق قوي. بروح يا باشا اشوف طول الجسم بتاعي كام؟ نفسين. وبيقول لك مثلا انا مديك 3 مسامير او مسمارين. تمام؟ فبس يا باشا بدي اقسم من 50 على عدد المسامير اللي معايا. تمام؟ انا كان عندي مسمارين، انا كان اداك مسمارين دول هنا في الوحده. فبس يا باشا الطول هو 50 على المسمارين اللي معاك تدوك 25. انا بعد ما قسمت عارف ان السنتر لاين هنا. مش انت عارف مسافه المسمار والمسمار 25 يبقى السنتر 12 ونص يمين 12 ونص شمال. بروح جاي داير ايه؟ المسامير بتاعتك هنا كده. خد لنا يا باشا اسقاط زائد تحت بمساوي. لو انت لاحظت يا باشمهندس هتلاقي ان المسافه هنا 12 ونص 12 ونص 12 ونص 12 ونص. انا بقى يا باشا عايز تحط المسافات دي فوق ولا قوانين ولا ترجع دماغك ولا من دماغك لازم. يا باشا انا بالعقل لو كنت اديك مسمارين وقلت لك تديني في الواحده مش هتديك واحد هنا واحد هنا وانت تاخد دول 2 في النص ولا على الاطراف. هي بالفهم. فانا كده انا عايزك بعد كده بالحب ما دام انت عارف ان المسافه في النص ما بينهم بتكون ضعف الاطراف
فانا يا باشا جاي نقطف، يعني احط ادق المسمار في نص اللوح من هنا كده، يعني اعتبر ان ده نص اللوح عندي، دقه في نصه. وهنا يا باشا اعتبر ان ده لوح كده كان دقه في نصه. خلاص؟ وزعها بالحب. ما هو اديتك مثلا يا عم حته جوع توم كده مثلا، وقلت لك يا باشا انا عايز تدق فيه 5 مسامير 4 مسامير مثلا، تروح جاي مش عارف ان السنتر لاين مثلا، اقوم واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. اه بقى احسب لي قوانين وجع دماغي، شوف انا حطيتها مسامير بسرعه ازاي، وايه اللي السنتر بتاعتي. خلاص يا باشمهندسين، الموضوع بسيط. ما تشوفش دماغك بحاول قواعد كتير والبيتش والكلام ده يعني. مال البيتش يا عم ومال الفيديو كده تمام. ركزوا معايا بقى كده تمام. مثال هنطبق ان احنا شرحنا دلوقتي. انا هشرح المثال ده بطريقتين. طريقه ان اجي اتخيل وعايز مستواه يبقى كويس ويبقى زيي تمام ويتطور كندا، هشرحه بالطريقه ان هو ازاي يقسم رسومته وازاي يتخيل رسومته وازاي يقسم. الطريقه الثانيه هو بدون تخيل، بقدر اشرح بالطريقتين. يعني ان دماغه جزمه قديمه ومش عارف يتخيل رسومته، هخليه يعرف يرسمهم برضه هنا لحد ساعه. سمع اول حاجه لازم نبدا اتعلم ازاي اقرا صح. هو هنا جايب لك 2 سي تمام، شايف لك سهم من واحد فيهم بيقول لك سي، بس هنا بيقول لك 2 سي تمام، بيقول لك 2 سي يعني 2 سي، وما دام اداك ابعاد على واحد وقال لك ان في واحد تاني يبقى اكيد التاني عكسه ده تاني ومتماثل معاه تمام. طيب بيقول لك 2 سي ومديك 30 في 10 ومديك السيجنس بتاعك. انا قلت لك السيجنس خلاص انت حفظته وعرفت ان السيجنس السمك الاقل يبقى تبع الايه؟ العصب، والسمك الثاني يبقى تبع الفرنشي او الطول. يبقى انا عرفت ان السمك ده هتكون كام؟ 1، وان السمك ده كام؟ 1.5. قلت لك يا باشا انا بديك عرض وارتفاع، والطول انت بتفرضه صح؟ طيب الارتفاع بتاعك اللي هو بتاع السي مش هو اقل بكتير من العرض؟ يبقى بالتالي ده كام؟ ده اللي ياخد الكام؟ 10. حطيته معايا شويه بقى وشويه مفيد. 10. طب والعرض 30. ليه اديت له عرض 30 والتاني ده 10؟ بس فكك بقى بلا ايه؟ بلا بيك بلا بتنجم خلي بلا محشي كروم. خلاص. بعد كده عندك حرف الراء. برضه قلت لك في حرف الراء هديك السمك بتاع الفرنشال النفوم بتاعك اللي هم الاثنين واحد، وبديك سمك العصب، وبديك ارتفاع المقطع وعرض المقطع، والطول انت اللي ايه؟ بتتملي، لان ده عباره عن عمود كبير وانت عباره عن سمك العصب والتاني بياخد الايه؟ الاقابل. تمام؟ انت عندك سمكين تحت اهو، يبقى 1.5 هنا بتاع العصب. طب وسمك الواحد اللي فوق؟ 2. طب عرض المقطع بياخد كام؟ عرض بياخد 15. ليه اديت له عرض 15 والارتفاع اديته 35؟ مظبوط. بس يا باشا الارتفاع هنا ياخد 35. ماشي بقى كده انا عرفت اقرا. انت عندك 2 سوق حرف اه نازل لي مسامير عشان يمسكهم في بعض. فهو يا باشا بيقول لك انا دقيت في المنطقه دي مسامير بس من فوق بقى، حكمه خارج الجسم، يعني لما اجي ادي الجسم ده من هنا كده يقوم بقيت المسامير من هنا تمام. طب تعال هو دي بيقول لك مسمار ومسمار، وبيقول لك الخطوه بتاعتهم 10، يعني ده معناه ان انا عامل سنتر لاين هنا 5 يمين و5 شمال وادق المسامير. خلاص يا شباب، يعني هو بيديك الخطوه ديت عشان تعرف انت المسامير فين بالظبط. يا باشا انا ما كنتش محتاج اصلا، انا عارف ان انا هدق مسمار هنا ومسمار هنا، انت فاهمني؟ يعني مش محتاج اصلا حتى مش هتقيس ده تحطه في النص بالظبط بالدول دي. طيب عشان انا قلت لك يا باشا ايام ما كنا بنشرح في الاول قلت لك انت بتشوف الشكل بتاعك موجود فين الوصف وتروح تصب بالزوايا بتاعته وتمده تحت. هو بيقول لك ان ده البنان، عشان قلت لك ان البنان بيترسم بزاويه 30 يمين وزاويه 30 شمال. انا يا باشا اهو اكسب البنان بتاعي، نرسم مثلا حرف اللهم صل على النبي، حرف الاي، حرف الاي في النص مثلا اهو اقسمه بزاويه 30 يمين وزاويه 30 شمال. حرف الاي انا بقسمه في البلان دلوقتي تمام. سمت حرف الاي بايه؟ زي كده وزي كده، وارفع على حرفين السي، حرفين السي بتاعك هو كده بسرعه، حرفين السي كده واحد هنا كده ايه كده ايه كده. انا اخوه بيعمل علمك ازاي ترسم الايزومتر تمام. اليوم هو شويه اهو
وبعد كده تروح جاي عامل ايه؟ مكتوب تحت مكتوب. ابدا يا باشا، ابدا يا باشا مكتوب. مش ده البناء؟ اكيد البناء انا شايفه من فوق، فمد من تحت بقى، خلاص؟ طول واحد مناسب، طول واحد مقاس واحد بس. الشباب مش ده يجي لي هنا كده، يبقى ده لازم يجي كده. مش ده يجي كده، يبقى ده لازم يجي كده. مش هخلع شويه. مش كده؟ احنا ادينا حروف ان السي كلها بتاعته قفلتها لي. بعد كده حرف الاي نفس الكلام بقى يبدو تحت كده. بعد كده اشوف حرف الاي. انا بعلمك ازاي انا رسمت الايزومتر. اللي عايز يتعلم، مش عايز يتعلم عادي، يشغل نفسه يتعلم ويشتغل بيه. كده احنا رسمنا الايزومتر. لو رسمت الايزومتر هتعرف تبع 3 مسافات من غير ما تاخد نفس ثواني. هو جاي لك انا عندك مسمارين، مسمار في المنطقه دي في المنطقه دي، بس موقعهم فين بالظبط يا باشا؟ مش عارف. صلى على النبي. هل بالعقل ينفع تحط مسمار واحد على جسم طويل زي ده من النص كده؟ عادي بس تعملها كده، بس انا هعرف هو مديني كام مسمار بالقانون بتاعنا. بمعنى هو ما يفرقش اصلا؟ تمام. هو مش جه قال لك يا برنس ان البيتش بتاعتك 10 وانا قلت لك ان الطول اللي هو تحت ده انت هتفرضه، هو الطول بتاع المقطع بتاعك. فانت يا باشا على حسب ما هتفرض الطول هتحط المسامير. لو فرضت طول طويل قوي هحط مسامير اكتر، فرضت طول صغير هحط مسامير. طب عايز اعرف بدقه، ولكن يا عم احنا هنفرض ان الطول 30. مش مهندسين نفرض ان هو ايه 30. الطول ده انت اللي حاطه، الثلاث مقاطع نفس الطول، تمام. هو قال لك ان الخطوه كام؟ قال لك ان الخطوه 10 صح؟ والطول انا فرضه كام؟ انا عايز بقى اجيب عدد الايه؟ المسامير. وانا قلت لك ان الخطوه بتساوي الطول اللي هو 30 على لا معلش الطول على عدد المسامير اللي هو ان، وديت كانت 10 صح؟ طرفين في وسطين، يبقى ان بتساوي 30 على كام؟ على 10. ده معناه ان هي هتديني كام؟ 3 مسامير. عرفت انا هقول ايه كام؟ 3 مسامير. مسمار هنا، مسمار في النص هنا، ومسمار هنا. طب يا باشمهندس انت عرفت ازاي تحطهم؟ سهل يا باشا. انت لو عايز تحطهم بدقه بقى والشغل بتاعك ده يا باشا هتجيب لك السن جسم ده من نص سنتر لاين وتشوف الخطوه عندك 10 الخطوه عندك 10 يبقى 5 من السنتر لاين بقى 5 فوق 5 تحت ودول مسمار تمام. وناس عامل ايه فكك من كده تحطهم بحب واحد في النص بالظبط وهتحط واحد في النص صح؟ شوف المسافه قد ايه وحط واحد في النص من فوق واحد في النص من تحت. خلاص 10 مثلا. خلاص شباب الموضوع بسيط. عرفت انا ازاي وزعت المسامير؟ يبقى انا عندي لازم افهمه ان لو ده السنتر لاين بتاعه اهو مثلا يعني بتاع الجسم من ناحيه اللي هي السايد فيو مثلا احط مسمار هنا على السنتر ومسمار هنا كام؟ على السنتر هنا كده. وفي النص شوف المسافه اللي قد احط واحد في النص كده، احط واحد في النص كده. احط واحد. اخد المسافه كده بتاعت ايه؟ لما سكنت الاي بالسي. نفس الكلام من هنا، لما سكنت الاي بالسي بالدرجه ده مش خلاص يا شباب. يعني انا لو برسم المسطره ده هرسم المسمار هنا كده هنا كده هنا كده 3 مسامير من فوق كل مسمار واحد هنا الثلاثه على نفس الخط. هناك برضه الناحيه الثانيه برضه في السنه بقى كام مش في نفس المسمار ده. حد دلوقتي مشكله لازم برضه يعني نصيحه مني لكم هنسمع معانا شويه ان خلينا نتطور في الستيل ده واحب واتمتع بيه عين اول مره. يعني الستيل الوحيد اللي الموضوع جديد عليا كان جديد عليا السنه اللي فاتت اول مره اشوفه مش برضه الصراحه. بس اللي انا احب اتطور فيه ان انا كنت اكون سيكشن بتعلم وبحاول ارسم الازوميتر وبفهم ايه اللي موجود في الازوميتر وازاي اجمعهم في بعض. فده طورني. فانت لسه معاك فرصه
يعني انت ما دام غيرك وصل وكان في نفس مستواك يبقى انت تقدر توصل وتبقى احسن منك. يبقى انت مطالب منك ان كل سكشن نصيحه مني ليك ما تضيعش على الطريقه اللي انت متخيل، وحاول انك تتعلم ترسم الايزومتريك حتى لو هتشوفه قدام عينك وتحاول تطبقه. يعني مش شرط صعب على نفسك وتقعد ترسم خطوات كده. لا يا باشا، هو لما بترسم يقول لك زي ما انت بتجمعها وزي تركيبها في بعض. طيب انا بقى مش قادر اتخيل الايزومتريك ده. انا لو انت حسيت الايزومتريك بتعرف ترسم المسقطين كويس مش هتغلط فيه. طب انا مش قادر اتخيل ماشي بالطريقه بتاعتي. احنا دلوقتي هنرسم الفيجن وانت بترسم الفيجن بتبص من تحت لفوق. من تحت لفوق. انت فاهمني؟ زي ما احنا كنا معانا الفيجن بنرسم البرنامج بنبص من فوق وهنا من تحت صح؟ طيب هنلوم حرف حرف. تعالى يا باشا ننقل حرف السي تحت ده. مش حرف السي في زوايا بدل المستطيل كبير وقسموا مستويات ايه؟ صغيره عن الزوايا. بدايته ونهايته ادي يا باشا بدايته اهي. وادي نهايته يا باشا. مش كده؟ طبعا. طيب التون بتاعك انت بتفرض. التون بتاعك انت بتفرض. خلاص؟ التون بتاعك يا باشا ان احنا فرضناه كام؟ 30. وده حطينا خط قطاع عشان بس يا باشا مش قادر اتخيل يروح يشوف الطول المفروض يحط على بدايته ولا خط قطاع. لكن قادر اتخيل عارف ان انا قاطع من فوق ومن تحت بالتالي الفيجن بتاعك يا باشا ده الفيجن بتاعك اهو لازم يحط عند بدايته من فوق خط قطاع لان هو قاطع من فوق ومن تحت. بص الفيجن بتاعك هنشوف ده البلان بتاعك خلاص. بعد كده حرف السين هل انت شايف الزاويه ديت؟ لا مش شايف. يبقى هنا ايه؟ داش. انت شايف الزاويه دي؟ لا. شفت حرف السين الثاني مش هو اصله بالظبط. يعني لما اجي نعمله بنفس الابعاد وبنفس الطرف وبنفس الاسلوب فيعتبر اثنين خط. مني؟ محتاج تنقله لان هو نفس العرض ونفس السمك ونفس كل حاجه. برضه على نفس كل حاجه. طيب بعد كده نعمل حرف الايه؟ يعني انا عايزك تمسكهم حرف بكل بساطه ما تصعبش الدنيا عليك. حرف الاي برضه مش هو فيه زوايا كتير يبقى هنقول بالقاعده بتاعتنا كام 5. اي شكل فيه زوايا بنزل مستطيل كبير واقسمه مستطيلات صغيره على حسب ايه؟ الزوايا. بدايه ونهايه. بدايه هنا اهي. بس السؤال مش من انا بص حاجه شايف حرف الاي بسبب خش مش كله عشان المسامير مثلا هتكون نهايته برضه نفس الكلام خط القطاع عند بدايته ونهايته لان هما الاثنين نفس الطول عفوا الطول برضه فقدت ان الاثنين نفس الطول خلاص مش هنسيب. طب بالنسبه للويب هل انت شايفه؟ مش شايف برضه الاثنين ليه؟ مش هنسيب. المسامير بتاعتك يا باشا احنا اتفقنا مع بعض قلنا ان انت عندك المسامير دي هتطلع اسقاطات هنا كروس راس تمام راس. طيب انت هتوزعها ازاي؟ مش احنا اتفقنا ان هو قال لك ان الخطوه ما بينهم 10 وقلت لك انت فرضت المسافه 30 يعني مطالب منك لما تيجي تجيب القانون بتاعنا هتلاقيهم ايه؟ 3 مسامير صح؟ لان مطالب منك انك توزع 3 مسامير هنا صح؟ فانا هروح اشوف انا هوزع المسامير بتاعتي فين المنطقه بالظبط. انا يا باشا انت توزعهم تاخد اسقاط هنا بس انت بلاقي ان انت هتحط عليه مسامير. بس انت بلاقي ان انت هتحط عليه مسامير. طبعا مش هحكي بس. تاخد السنتر اللي هتحط عليه مسامير اسقاط من ده كده. طالب مني ان احط الزوايا هنا. هتوزع الزوايا ازاي؟ لما جيت بالقانون لقيتهم ايه؟ ان انا احط 3 مسامير صح؟ كده يا باشا انت هتحط واحد في النص بالحب كده. وتشوف المسافه دي قد ايه وتحط واحد ما بينهم. تشوف المسافه اللي تحت قد ايه وتحط واحد في النص. ده مش مهندسين. طب انا كده ما حققتش ما جبتش ال 10. لا 10. المسافه اللي قبلها هتبقى 10 ازاي وهم المفروض ان هو اصلا يبقى في واحد على الحافه والتاني على الحافه واحد في النص عشان يبقى 10. ده المسافه بين المسمار ده والمسمار ده قد ايه؟ ماشي. المسافه بين المسمار ده والمسمار ده قد ايه؟ ماشي. عشان المسافه بين المسمار ده والبابا هنا ايه؟ ماشي. 5 هتلاقي 5 2 ونص. ليه؟ 2 ونص يا باشا انت دلوقتي المسافه بين ده وده قد ايه؟ 10 وده قد ايه؟ 10. هتبص تلاقي هنا 5 وهنا 5. ايوه انت لما تيجي تعمل حساباتك هتلاقيها مظبوطه.
خلاص؟ فاهمني؟ انت هتلاقي ما هو البيتش ديت معناه الخطوه بين المسمار والمسمار. زي بين المسمار والمسمار هنا ده مسافه 10 هنا مسافه 10 هوبا هتلاقي هناك 5 تحت 5. المتحد على السنتر هيبقى له 15 فوق 15 تحت لو انت واخد بالك. ال 15 انت هتسيب 10 وتحط ده. يعني هتظبط معاك شويه. ماشي في مشكله يا باشا بذمتك الاستيك صعب. والله العظيم الاستقبال هتلاقي نفسك في شكل زي العسل. طيب هتيجي تبص تلاقي نفسك هنا ده الفيجن. تعالى نستنتج الصور فيو. هتستنتجه بنفس الاسلوب نصلح حاجه كده. نمسح بس كلمه الستيم دي. تمام؟ نمسك حرف برضه. تعالى نمسك حرف السي اول. خلاص؟ حرف السي بتاعك يا باشا نفس الكلام نطبع مستطيل كبير وتقسمه مستطيل صغير حسب الزوايا. اجيب بدايه الحرف ونهايه الحرف صح؟ ونقوم فوق مستطيل معاك زاويه 45 كده يا باشا اهو. ماشي؟ وتيجي هنا برضه حرف السي بتاعك ناخده معاك في السكه، حرف السي بتاعك ناخده في السكه هنا كده. انا مش هنسيب عارفين ان المستمر على طول ده حرف السي ده كده وحرف السي تحت كده. خلاص؟ نهايه الطول بتاعه خط قطاع لان انا فرضه هنا الخط القطاع بتاعك ماشي اهو. مشكله؟ هو بيكون مواصل كده على طول مفيش. بص الصور عايز تقطع قطع واحد مش عندك هل انت شايف الزاويه بعينك؟ الزاويه بعينك شايف محمد مصطفى؟ من فين؟ هل انت شايف الزاويه بعينك؟ انا برضه ما انا بستنتج الزاويه دي باصص من هنا صح؟ الزاويه دي انت شايفها؟ ده هتتاخد هنا كده وانا بعمل ماليش دعوه خالص. نفس الكلام هل انت شايف الزاويه دي بعينك؟ انت باصص من هنا عشان تستنتج الزاويه بيو زي مش شايفها بعينك يعني ما هنا. استنتجنا يا باشا حرفين السي في ثواني. هل فيهم مشكله حرفين السي؟ لانها متساويه. هنا حرف الغاء حكم برضه. حرف الغاء هتجيب بدايته ونهايته. بدايته هتلاقي عند حرف السي من هنا ونهايته هتلاقي عند حرف السي من هنا جوه الداش اللي انت عامله ده. خلاص فاعتبره من الاول. طيب ان قفلت المستطيل بنفس خط القطاع كده اعتبر احنا قلنا ايه؟ حرف الغاء خلاص انت فاهمني؟ المفروض امشي خط الداش برضه على خط النص. الزاويه دي هل انت شايفها بعينك؟ لا مش شايف بسبب الخط ده. بالتالي راجل هنا كده وهنا هنا زاويه ايه؟ عندك معاك صبر ولا لا؟ انا بقول لك حرف الاي ده من هنا كده على نفس الخط بتاع حرف السي ده يجرب كده. هنا كده عشان كده ما رضيتش هنا بس. وكده احنا عملنا حرف الاي. هل فيها مشكله؟ عندك مسامير هتبدا تمسك حرفين ببعض. وانت عندك الحرفين اصلا متصلين في الحته بالظبط. متصلين بالموضوع ده بالظبط صح؟ يعني انا لو ضربت المسمار عارف انا هدقها هنا. اقول لك على حاجه ما انتش محتاج تاخد اسقاط انت خد اسقاط هنا خط كده اهو. خط هنا كده. خط هنا كده. المسمار ده اهو وتطلع يا باشا انت خلاص عارف ان المسمار ده هتنتهي هنا. اتضايقت منين؟ اتضايقت من اول هنا لحد فين؟ لحد هنا. يبقى يا باشا الخط بتاعك هيبقى من اول اهو لحد هنا. فاهمين في الحته دي؟ خلاص؟ نفس الكلام بالجهه الثانيه بالضبط. لسه مش زي ده عشان ما تشكلش. مشكله؟ حد عنده مشكله في المثال ده؟ المثال ده يخليك تفهم ازاي تجمعهم في وقت كويس. وده يا باشا السؤال بتاعه. خلي بالك بعد كده في التعارض. يعني في التعارض بعد كده يا شباب يعني هنطلع هنا في الموضوع نص نشوف احنا شايفينه ونوضح ونوشع والكلام من ده. تعالى ده بسيط. تعالى بالعكس نستلم احنا بنستفاد مننا عشان بنشيل اجزاء كتير من العلم. فاهمني؟ يعني تبص ان انا عندك العصر الكلام. في حد عنده اي حاجه مثلا ايه؟ تمام؟ ايه في الفيديو كده؟ مش المفروض السيكنس ده يكمل؟ السيكنس ايه؟ الويب بقى مش المفروض هيكمل؟ هيكمل ازاي مش فاهم. في السايد دي مش هيبقى في خط كده في النص بتاعت الويب؟ مش فاهم.
الويب بتاع اللي هو هو انا خلاص السيجنس بتاعك بتوصل من بليت لبليت اهو، البليت لبليت. تعود ده احنا بنتقطع من كده. انا لما اجي ابص من الجنب مش المفروض دوت يبقى معاه خط كده في النص اللي هو الويب. الويب يا اسطى هيبان هنا مستطيل. يعني بص شفت من السايد فيو هنا مش المفروض هيبان معايا نفس البتاع هيكمل معايا الخط ده اه يا باشا ده فاميلي ديفيجن، انزل هنا خط باشا في النص في الديفيجن كده يا اسطى. مش الويب هنا احتمال الويب ده مستطيل تمام، مش عرضه في البلان نفس عرضه في الديفيجن مش هتبقى نهايته. ما اتكلمش في الريفيجن، بتكلم في السايد فيو. ماشي خلينا في السايد فيو. مش هو هنا مستطيل هيطلع هنا مستطيل صح؟ ارتفاع في البلان عرض نفس العرضين في السايد فيو، فهو بادئ من هنا وهنا هنا خلاص يا باشا يبقى يبتدي انت خدته مع السي. والارتفاع بتاعه نفس الارتفاع الموجود في الفيديو. انا بحسبك نسيته بس مش كده؟ انت خدته مع السي خلاص يبقى طب ايه في الفيديو كده؟ سمع على انا عايزكم تمشوا معايا زي ما همشي بالظبط في قناه الرسم. في مننا نوعين، في نوع عايز يطور من نفسه ويقدر يتخيل الرسمه تمام ويرسم الايزومتريك ويطلع منه طاقه مساواك وتبقى فاهم هو بيرسم ايه ويعرف كل تفصيله في الرسمه. وفي نوع تاني يقول لك ريحني انا عايز استنتج ايه من غير ما اتخيل اي حاجه. مش مشكله احنا هناخد الطرفين وهنشتغل ايه بالطريقتين. انا بس ما اعرفش صح هو مين فيهم جاب 10؟ مين فيهم جاب 10؟ هتحول دلوقتي لا ازيك يا عم؟ ازيك يا عم؟ يا جماعه مش مزعلكم في جوه. يلا يا عم صايم اخبار تمام. الشخص بقى اللي هو عايز ايه؟ يرسم الايزومتريك ومتخيل هو بيعمل ايه. قلت لك ازاي ترسم الايزومتريك؟ انا بروح اشوف الشكل اللي هو السايد فيو مديهولك وابدا انفذه وارسمه. طيب مش هقول لك ان السايد فيو بترسم بزاويه 30 شمال، يبقى انا هبدا ارسم المسقط ده اهو بس الميل بزاويه 30 شمال ومنه بالتالي هوصل ايه للايزومتريك. طيب لازم انا باخد افهم الجزئيه بتاعتي. هو اول حاجه بيديك بليته فوق اهي من السايد فيو وبيقول لك بيانات توب نتا، يعني في بليته ثانيه عكسها الجهه الثانيه قصادها. ما هو لما يقول لك توب نتا تمام ويديك ابعاد على واحد تعرف ان في واحده ثانيه الجهه الثانيه لان الجسم متماثل. بعد كده يا باشا بيقول لك ان هي 25 في ايه؟ في 1.2. ما ده مديك بعدين، مش مديك 3 ابعاد زي ما كان جايب في المثال بتاع الصاد تمام. البعدين دول هم بتوع ايه؟ بتاع العرض. اما الطول بتاع البليته انت بتفرضها ليهم حتى عندك فقط تقطعه تمام. فمش شرط ان هو يديك ايه الثلاث ابعاد زي ما انا شرحنا دلوقتي. طيب نفس الكلام البليته اللي تحت اختها زيها بينهم الاثنين حرفين سي عكس بعض تمام. حرفين السي متماسكين برضه حوالين المحور ده كده. فبتشوف ابعاد الحرفين هو بيقول لك 2 واحد بيقول لك 2 سي بيديك ابعاد. مش انا قدامي من حرف السي هو بيديك ارتفاعه وبيديك العرض بتاعه وحرف السي ده متكون من بليته فوق وبليته تحت وويب ماسك ما بينهم فهو بيديك عرض الويب ده كده. مش انت ملاحظ ان ارتفاع المقطع اكبر بكتير من عرض السي؟ بالتالي 20 ده احطها في الارتفاع ولا في العرض؟ بس عشان هو أكبر. يبقى ارتفاع السي هيبقى كام؟ 20. وعرض المقطع من هنا هيبقى كام؟ 7.5. نفس الكلام حرف الستين بالظبط. انت فهمت انا بوزع الافعال ازاي؟ هو ما بيدكش غير الارتفاع والعرض. مش انت ملاحظ ان الارتفاع اكبر 3 مرات من العرض ده؟ بالتالي الرقم الكبير اللي هو 20 هيبقى ايه؟ في الارتفاع. وعرض السي هيبقى 7.5. طيب بيديك سمكين. دايما السمك الاكبر بيبقى بتاع الروح، عندك واحد فوق وواحد تحت. هو بيديك 1.1 وبيديك 7/10. 1.1 مش هو الاكبر يبقى السمك الايه؟ الروح. تمام؟ والجول بتاعك سمكه كام؟ 7/10. كده انا خلاص عرفت البيانات بتاعته. وبيقول لك الفرق بين ده وده 8. يعني انت عشان لما تيجي ترسم هتعمل السنتر لاين و4 يمين و4 شمال وتبدا ترسم حرف السي يمين وشمال، انت فاهمني؟ والارتفاع خلاص بين حرف السي من هنا وهنا انت خلاص عارف 20. وفوق ال 20 تبدا ترسم البليته بتاعتك ترفع سيكنس 1.2 وبترسمها وتقفل الجسم بتاعك. طيب انا عايز ارسم الايزومتريك. اول حاجه يا باشا احنا هنرسم البليته مثلا دي. مش هو البليته مرسومه في السايد فيو ده معناه ان هي هترسم بزاويه 30 ايه؟ شمال. يا باشا رسمت البليته تمام. البليته دي مبني عليها حرفين سي صح؟ حرفين سي حمراء.
مش هو قال لك من السنتر لاين كده فرق بينهم 8، يعني نقطه هنا ونقطه هنا قد بعض الاثنين. واطلع يا باشا ارسم حرف السي بتاعك، خط قايم هنا، خط قايم اهو تمام. حرف السي جامد هنا جاي عليك مبين كده، وده رايح عكسه كده. نقطات قد بعض. تنزل السمك بتاعك تروح كده، تنزل كده يا باشا، ترجع تاني كده يا باشا، قفل يا باشا السي بتاعك. نفس الكلام ده كده، خط قايم ترجع كده يا باشا، تنزل تحت كده. كده انت رسمت حرف السي بتاعك اهو. ترسم فوق على طول البريدة يا باشا. يا باشا البريدة اهي سمرة. كده واخد نفس الكلام، خط قايم. ماشي؟ تمام. بس المسافة مش البريدة طالعة من هنا، لازم المفروض تبقى طالعة قد ده، طالعة شوية البريدة طالعة على شوية قد ده. عشان بس مساحة ماشي يبقى اسمه بالمناسبة. بس كل اللي انت هتعمله هتبدا تمد كل زاويه من عندك دي بخط كده قد بعض. يا باشا مثلا لو كنت هتمد ده 20، مد ده 20 زي ده. قفل يا باشا، مش الخط ده جاي كده يبقى قفل كده. الخط اللي نازل تحت قائم يبقى لازم ينزل قائم. تبص تلاقي نفسك قدرت توصل للخط ده. كده انت رسمت الايزومتري بتاع البريتا من فوق. طب حرف السي سهل. مد الزاويه من عندك هنا اهيت. المفروض مقفوله كده. بص كده عندك الزاويه دي تروح كده. في زاويه هنا تاني مفيش زاويه هنا كده تاني. الزاويه هنا خلصنا بالشياكه. طيب تعالى يا باشا نرسم حرف السين عندك ده كده. تمام؟ الزاويه عندك اهي بدها كده مثلا. بدها 20 مثلا زي اللي فوق. وهنا 20. هنا 20. تمام؟ وهنا 20. ده صنبع خلاص. ده 20 وده 20. مش ده جه قائم يبقى ده لازم يجي قائم. مش ده جه مايل كده يبقى ده لازم يجي مايل كده. مش ده طلع قائم من هنا كده يبقى ده لازم يطلع قائم من هنا كده. تمام؟ لان وجه من هنا قد زي وجه من هناك بالظبط. طيب البريتا بتاعتك من تحت السمره خالص بكل بساطه يا باشا، برضه مش دي زاويه عندك هتمدها مثلا 30 درجه، مش دي زاويه عندك هتمدها مثلا 30 قصدي مقاس 30، وهنا مديتها 30. مش ده دي قائم يبقى ده لازم يبقى قائم كده من هنا كده. ماشي؟ مش ده جيم كده يبقى ده لازم يجي جيم كده لحد ما يخش عندك كده. انت رسمت الايزومتري بتاعك. هو مش الخطه ده تعرف ترسم اصعب ايزومتري هي ايه؟ طيب مش هنا كده كده لان ده السايد فيو بتاعك. وفوق برضه متقشر هنا كده. تمام؟ نفس الكلام برضه حرف الاي بتاعك تقشره. السي قصدي ما تنساش برضه دي زاويه عندك المفروض نبدأ كده. احنا خلصنا الايزومتري بتاعك. التقشير ده بيدوم ان انت قاطع الجسم بتاعك من هنا ومن هناك. واخد حته مناسبه او حته مناسبه على قد الحاجه اللي انت هتستخدمها فوق. والطوب بتاعك يا باشا ان الطوب ده انت بتفرضه. انا فرضه هنا 20، واحد فيكم فرضه 30 والتاني فرضه 40، مش مشكله، واحد انا فرضه 20 بمزاج يعني. طيب النايدر بقى يرسم الايزومتريك، فهو في ثواني هيطلع المسافين من الايزومتريك بكل بساطه. طب بالنسبه للمسامير بتاعتك، هو جاي قال لك يا باشا انا ضارب مسمار هنا وهنا في الصدر في المنطقه دي كده، بس كم مسمار انا ما اعرفش. انا بالنسبه لي احمد يا عم خلينا هنفرض مثلا ان الطوب ده انا فرضه 30. بالتالي ما دام 30 يا باشا، ما دام الطوب ده انا فرضته 30 اهو. الطوب ده انا فرضته 30 كده مثلا. وهو بيقول لك ان مديك البيتش هنا كام؟ بيقول لك البيتش بتاعتك 10. شو هو مديك البي 10 تمام؟ والنمس انا فرضه كام؟ 30 مثلا. خلاص انا عايز، هو كان في قانون بيقول لك ان البي بتساوي ان على ايه؟ الان عندك كام؟ الان انا ايه؟ عاوز البي عندك كانت كام؟ 10. طرفين في وسطين ناخد دوت مع دوت، ناخد دوت يعني كده. طرفين في وسطين يبقى الان عندك تساوي 30 على 10 تساوي 0 مع الصفر بكام؟ يبقى انا معايا 3 مسامير هتبقوا. قوم يا باشا بالفهم وبالحب. بمعنى انت هنا المسمار بتاعك قال لك هنا في المنطقه دي كده هنا كده. تمام؟ بس ده معناه ان هو هيبقى على المستوى ده كده. تقوم من هنا 3 مسامير من هنا من فوق عشان امسك البريتا بحرف السي. يبقى يا باشا قلت لك يا باشا هتقوم جاي رازق المسمار في النص. تمام؟ هتشوف المسافه دي قد ايه وتحط واحد في النص. حطيت يا باشا المسمار بتاعك. ماشي؟ نفس الكلام من تحت. واحد في النص من هنا كده، واحد هنا. نفس الكلام في الجهه هنا في الدوار هنا كده. كده انت خلصت يا باشا ايه؟ الجيومتري بتاعك وزعتهم في بعض ومسكتهم في بعض وكانت واحد فاهم. طب المفرد 40 هيطلع معاه 4 مسامير، يحطهم ازاي؟ انا عشان ده حطيت واحد في السنتر بسهوله. طب المفرد 40 هيستخدم بقى الايه؟ مش ده السنتر لاين بتاعك؟
شو قال لك المسافه بين المسمار والمسمار 10، بعمل السنده و5 يمين و5 شمال واضرب مسمار هنا ومسمار هنا، وبعد كده اشوف المسافه الفاضيه احط في نصها مسمار. ماشي بقى؟ طيب كده انا لو قادر اتخيل فانا هرسم بسرعه الايه؟ الثلاث مسافات بكل بساطه. طب انا مش قادر اتخيل، نمشي معايا واحده واحده. مش البريده ازاي اخد هنا مستطيل وابعادها هيكون مستطيل بزازه هنا مستطيل وهنا مستطيل صح؟ بتروح تجيب بدايتها ونهايتها. كده يا باشا المستطيل بتاعك. التون ده انت ايه بتفرضه؟ ان هو طول الجسم النيجاتيف فيجن بتاعك. الحته اللي انت هتحطها مناسبه. ماشي يا باشا هفرضه كام؟ 30. ماشي ده الطول اللي انت ايه؟ فرضته. نفس الكلام بريتا اللي تحت اختها نفس القصه ونفس الحكايه برضه ايه؟ والله يا باشمهندس انا قلتها سود عشان انا بستنتج الفيجن بس بعيد من هنا. تمام؟ شايف الزوايا بتاعتها. تروح انت جاي حاطط ايه؟ بتاعتك اللي كده الطول ده الفوق. حرف السي نفس الكلام. لو قلت القاعده بتاعتنا رقم 5 اي شكل فيه زوايا بين المستطيل كبير واقسمه مستطيلات صغيره حسب الزوايا، بجيب بدايه ونهايه. بدايه ونهايه. والمستطيل بتاعي انا بقفله بفرض الطول بتاعي. اقسمه مستطيلات صغيره حسب ايه؟ الزوايا. مش انت شايف بعينك الزاويه دي كده؟ الزاويه دي شايفها بعيني هنا. بالتالي الزاويه دي فين ايه؟ صغير. ماشي بقى. كده احنا خلصنا الفيجن بكل بساطه. كل ما ناقصك الايه؟ احنا اتفقنا ان انا فرض قد ايه؟ طول 30. تمام؟ ده معناه ان انا هحط كام مسمار؟ 3. 3 يا باشا زي ما انا قلت لك هتحط لي واحد في النص. كده وتشوف المسافه دي تحط واحد في نصها، وتشوف المسافه دي تحط واحد في نصها، وتشوف المسافه دي تحط واحد في نصها، وتشوف المسافه دي تحط واحد في نصها. خلصنا بصراحه المسامير بتاعنا. لا حطيت مسمار من اول هنا لحد هنا لان هو مسك من اول هنا لحد هنا، وفعلا هو مسك دي بنكته وده حرف سي فمسكهم في بعض. فاهمني؟ طيب بعد كده نستنتج البلاد نفس القصه. مش عايز اخدها مستطيل وزي اخدها مستطيل. صح. مش عايز اخدها مستطيل ظهرت هنا مستطيل يبقى تظهر في البلان تحت ايه؟ مستطيل. هتبقى بعدها بس بكل بساطه. عايز مستوى. عايز ايه؟ انت عايز مستوى بس ولا عشان اقول لك انا اصفر ولا انا ايه؟ لا هتلاقي في الدوق اللي هو عندك في الاوضه فوق العرايس الكبيره دي. البريكه بتاعتك دي تمام بقت هنا مستطيل في فيجن بقت مستطيل اللي انا عندك ربنا ايه؟ تمام. فبالتالي انا هسيبها تحت مستطيل اجيب بدايتها نهايتها صح؟ وانزل وش الخط كده. تمام؟ طب وارتفاعها مش ارتفاعها في البلان نفس ايه؟ عرضها السايد فيو في البريكه بتاعتك زاويه 45 يا باشا البريكه بتاعتك تنزل تحت. كده احنا عارفين دلوقتي ايه؟ الشباب اللي نايمين. هنكتب البريتا من فوق. طيب شوف هنكتب البريتا من فوق خلاص يا باشا. تحتيها مبنى حرف سي. حرف السي يا باشا اهوت برضه هنقول القاعده بتاعتنا بالظبط. طبعا ما تنساش ان البريتا بتاعتك وكده يا باشا بتكتب حرف الخط بتاعك تحت برضه. طبعا ده مش تحت. ده مش قادر اتخيل، اللي قادر اتخيل عارف ان كده بنام من فوق انا قاطع من هنا ومن هنا بحط خط القطاع هنا وهنا. تمام؟ طيب حرف السي بتاعك نقعد بكل بساطه هنزل مستطيل كبير اقسمه مستطيل على حسب الزوايا. حرف السي هو ده يا باشا بدايته. انزل يا باشا. انزل يا باشا. هل انت شايف الزاويه بعينك من فوق؟ الزاويه اللي انت شايفها بعينك ده انت شايف حرف السي اصلا بسبب ان البيتا مغطيه عليه. بالتالي انزل يا باشا داش وين؟ حرف السي هنا برضه نهايته داش وين. نفس الكلام حرف السن تحت من هناك برضه نفس الكلام. انت مش شايف الزاويه دي ولا الزاويه دي؟ بلاش مهم. نهايه حرف السن هنا بلاش مهم.
بالنسبه للزاويه بتاعت العصب بتاعت حرف السي وانت شايفها بعينك كده بسبب الجدار ده بسبب الجدار بسبب حرف السي نفسه. الاثنين برضه ايه ماشي نفس الكلام. وبكده انت استنتجت البلان بكل بساطه. طيب عايزين ننزل المسامير يا باشا. المسمار بتاعك اهو تمسك كده عندك البلان بتاعك بسرعه خط خفيف خط 45 هتجيب ده كده المسمار بتاعك ده من هنا هتلاقي يا باشا عامل لك القصات واحده الزاويه بتاعتك. تجيب بس المسمار بتاعتك من كده يا باشا. انت كده خلصت فغالبا اللي بعد كده هتجيب لي زاويه هنا كده زاويه هنا زاويه هنا ثلاثه هنا ان شاء الله يبقى يعني الافكار دي كلها تبقى كويسه وهعرف كده كمان. مين بقى فيكم شبح كده ولا غير اشرحها لي؟ ايه اطلع ماشي. انت خدت ترفع ايدك مش متمرن ترفع ايدك. ان الحل بتاعهم مش موجود مستخدم. بص يا معلم انت النهارده الهندسه بتاعك كده تعالى. لا طيب انت الهندسه بتاعنا النهارده. امسك يا عم دي بس حاسس انك عامل بس عيش دعوه. خش يا عم. حتى يكون خلاص. عادي. حتى المخزن موجود فوق. قدام السيلفيو عايز الريفيجن والبلاك. تمام؟ خلي بالك انت ظبط على تحت. ادينا لغات. طيب انا في البدايه حسم الريفيجن ماشي. تمام. والارتفاع ارتفاع كده مثلا ابدا انزل الحاجه اللي شايفها انا. بدايه تسكب بريتا يعني استنتجنا بريتا من فوق اهو كده في الفيجن. طيب اول بليت اللي هنا انا شايفها من الزاويه دي هرسم سوليد. والثاني نفس الحكايه انا شايفه من هنا هرسم سوليد نفس الحكايه. ده حرف السي ده؟ لا اللي هي بص انا عايزك تستنتج لنا البريتا من فوق تحت كده من فوق وبعد كده نستنتج لنا حرف السي الاربع. يعني امسح الخط اللي انت عملته دلوقتي ده ماشي. هو الخط بتاعك اللي انت استنتجته ده بتاع سمك البريتا. ده تمام استنتجنا بقى البريتا من فوق كده وبعد كده ابدا امسك حرف السي كده هنا. طيب مش هتفرق نفس ولا؟ مفيش مشكله واحده. دي برضه من الزاويه دي انا شايفها ارسم سوليد. ودي برضه من الزاويه دي انا شايفها في هرسم سوليد. طيب احنا عندنا المسامير هخليها اخر حاجه بقى. تمام كده انت كده استنتجت الفيجن. تمام ده الريفيجن ماشي. ارسم الان البلان من الخط اللي هو ال 45. دي البريتا صح؟ من فوق اللي هو المربع بتاع البلان. طيب من فوق وانا باص من فوق حشوف ده تمام هو نفسه هنزله حيكون نفسه. ومن فوق وانا باص على ده مش شايفه هنزله داش. تمام هو حرف السي.
نفس الحكاية هنا، ولا أنا باص من فوق من هنا أنا مش شايف الزاوية بتاعت السي دي، فحنزلها داش. والزاوية دي برضه الخط ده وأنا شايف من فوق برضه مش شايفه، هنزله داش. تمام، نفس الخط ده وأنا باص من فوق مش شايفه، هنزله برضه داش. والزاوية بتاعت السي باص من فوق مش شايفها، فحنزله برضه داش. جامد. تمام، فاضل الحتة دي برضه الزاوية دي وأنا برضه من فوق مش شايفها، فحنزلها برضه داش. الله ينور عليك. والأخيرة دي حتكون اللي هي بتاعت هنزلها مثلا، ألقاها اللي هي المربع بتاع تمام كده. فاضل نسوي شوف بقى، حط الطول اللي انت فرضته. تمام، قلنا كده حط خط القطاع الواحد لنهايه الطول، بدايه من نهايه الطول اللي انت فرضته. تمام. بعد كده لو قلنا الطول ده كام طيب نفرض انه مثلا الطول حفرضه 30 برضه، ماشي مشكله. ماشي، حفرضه 30 بعد الحسابات اللي عملناها دي تكون برضه 3 مسامير. تمام، هيكون مثلا حنزل المسامير دي، حارسم اللي في البلان اول حاجه، هنزل المسامير يكون كده مثلا بالخط بتاع المسامير. تمام، وهنا عندنا المفروض برضه يكون في 3 مسامير. طيب حنسوي السنتر. ايوه، حط مسمار في السنتر. تمام، وهي 3 مسامير، حيكون واحد في السنتر. تمام. واحد في السنتر. لا، الكروس تحط من فوق. يا راجل، الكروس تحط تحت، ما هو انا بس من فوق رسم مسمار. لكن هنا انت هتحط خط. ليه حط خط؟ لان المسمر اللي انت عامله فوق ده البنت، وحرف السي اللي تحت دي ده حرف السي، فانت عايز تمسكهم في بعض، هتمسكهم بمسمار طول كده. بعدين حط خط ازرق بقى ماسكهم الاثنين ببعض كده طويل. لين هنا. تمام، كده بخط هنا كده، اشوف خط هنا جامد كده. جامد. ونفس الكلام تحت، واحد تحت. تمام، على السنتر برضه. هنا تمام، نشوف بقى المسافه من على اليمين وعلى الشمال وحط واحد في نصها. مسافة حسبناها ممكن تكون 10 بين كل دي ودي. هيكون مثلا هنا 10، هيكون هنا من غير ما مسمار. تحسب افقع على طول. حلو، هو ده الكلام. هنا مسمار يا علي يا جامد اللي بتعرف تدق مسامير. وهنا مسمار. تضحك فيها نسيتها. عملتولي ده مهم. تمام، باقي باقي المسامير اللي حتكون في البلان. هو المثلث ده انا جبت اصلا المسامير اللي جبت هنا، حتكون اصلا واضحه معك في الواحد تحت هنا. هنا ماسك، وتحت هنا هيكون برضه في واحد. لو كملنا كده يكون هنا في مسمار، لو كملنا كده هيكون هنا في مسمار. انت عارف حاجه عجباني في علي ايه؟ الخط على السبوره حلو، يعني تنفع مدرس. حتى خطوطه مظبوطه والمسافه كبيره. مستقبل
هو بالفيكس. خط القطاع بقى يا باشا عند بدايته ونهايته الطول. ايوه اللي هنا ايوه اللي انت جايبه. مش الطول ده انت فاضل 30 عند بدايته ونهايته حط خط القطاع. كده مثلا. لا المفروض هو ده ساعته. ايوه مش انت الطول ده انت فرضه؟ انا والله الصراحه مش كده هجوم، انا حابب الجعل اختكم. انت يا باشا انا جيت قلت لك تمام، انت خط الطول اللي انت فرضته اللي هو من هنا لحد هنا، جيت قلت لي انا هاخد الطول ده 30 وعمرك ما انت وزعتها 500. تمام حلو كده مش مهم. وبعدين انت دلوقتي جيت الطول ده مطرح ما انت قطعت من هنا ومن هناك من التجربه انت فانا قلت لك انت لو متخيل هتحط خط القطاع وتمسوه تحت، طب لو مش متخيل مش ده الطول اللي انت فرضته، حط عند بدايته من هنا كده خط قطاع. الطول اللي انت فرضته حط عند بدايته ومده تحت كده يا باشا. انت استنتجت الرسمه بتاعتك كلها صح، مش مهندس عليك. صفر يا عم. يلا عشان معايا كده فوق الفوق الفوق كويسه تمام. مش هنقف بس الفيديو كده.